السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم خالد كمال، قناتي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. احب اشكر الناس وريت تدعموني بلايك وشير للفيديو، لو حابين تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل جديد. النهارده طالع اتكلم على ماتش الزمالك وبتروجيت، وانا ما اتكلمتش في الماتش اللي فات بتاع فاركو، اللي الواحد بصراحة كان قرفان، وهو ماتش ممل وقرفان ان هو طالع يتكلم عنه، ولا طالع يتكلم عن اللعيبه، ولا طالع يتكلم عن جهاز فني، ولا طالع يتكلم عن مجلس اداره. النهارده يعني انت كسبت ماتش فاركو بهدف عكسي، ودخلت على ماتش بتروجيت فرقه اسبوع وجبنا باسيلو. الموضوع مش موضوع مدربين ولا موضوع مجلس اداره، ما انا مش جايب لعيبه اجاريه بتلعب عشان خاطر الفلوس بس. انت حقك تاخد عقدك وحقك تاخد فلوسك، بس انا الزمالك ما فيهوش لعيبه اجاريه. الزمالك ما فيهوش لعيبه اجاريه. انتوا النهارده بتروجيت نزلت فولتكم، والله العظيم انا كنت بحط بنزين، دلوقتي انا خايف اقول لهم ان انا زملكاوي يتريقوا عليا. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ دي فرقه عايزه تنافس على الدوري، دي فرقه عايزه ان هي على الاقل تطلع دوري ابطال افريقيا، تصعد دوري ابطال افريقيا. او الاهلي لو كسب هيبقى يفرق عنك 5 نقط، والماتش الجاي معاه هتعمل ايه مع الاهلي؟ اللعيبه دي، لعيبه زي دي هتعمل ايه مع الاهلي؟ انما لعيبه ما عندهاش روح، لعيبه ما عندهاش اي مسؤوليه. مجلس اداره قلنا فيه عيوب، مجلس اداره قلنا فيه قرارات غلط، بس برضو كل واحد لو قعد يفكر ويتكلم، مجلس الاداره جاي على تركه تقيله. قرارات غلط وصرف فلوس في مش في اماكنها الصح، بس برضو مش العيب على مجلس الاداره بس، ولا العيب على مدير فني. جروس فتره وانتهت، واحنا متفقين وجماهير الزمالك كلها متفقه على كده. لكن العيب اللي بيحصل دلوقتي ده عيب لعيبه، دي مش دي لعيبه اجاريه، والله دي لعيبه اجاريه ما تستاهل ان هي تلبس تيشيرت نادي الزمالك. وانا نفسي اعرف يا زيزو، انا نفسي اعرف لو هو ده مستواك اللي انت كنت بتلعب عليه، لا قول لنا، احنا مش هندفع الفلوس دي كلها عشان خاطرك يا زيزو. ولو انت عايز تمشي امشي يا زيزو، هنعمل 50,000 زيزو. عملنا حازم امام وعملنا لعيبه اساطير قد كده، مش تيجي عليك يعني، مش تيجي عليك. اللعيبه كلها بتبص لمصلحتها، خلاص بص لمصلحتك وامشي، الزمالك هيعمل غيرك. لكن ما تبقاش بالاداء ده في الملعب، ما تبقاش بالاداء ده في الملعب. دونجا عامل لي فيها ان هو احسن لعيب خط نص في مصر. انت ما عملتش حاجه يا دونجا للزمالك، ولا قبلها لما كنت في بيراميدز. ده انت كنت هتموت وتيجي نادي الزمالك، والزمالك هو اللي لمعك. جبت جول في ماتش الاسماعيلي عمال تعملي ايه ده؟ ايه ده؟ وبتكايد في امام عاشور. لا، امام عاشور واحد يقول كلمه حق احسن منك مليون مره، مليون مره. محمود جهاد ده لو خد فرصته تاني واستمر هيبقى احسن منك 50,000 مره. لكن ماتش عك والنادي مش عارف رايح فين، انت كده ولا هتعرف دوري ايه؟ انت حتى مش هتعرف تنافس على الصعود لدوري الابطال بالطريقه اللي انت ماشيين بيها دي. هنعمل ايه في ماتش الاهلي يوم 22؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في ماتش يوم 22؟ انا نفسي في اللعيبه دي هتعمل ايه يوم 22؟ ان انت بتروجيت مش قادر تكسبها وتتعادل معاها، فاركو بتكسبها بهدف عكسي ومش قادر، ان انت لعب عشوائي وقرف وخرا. والله العظيم بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيكو في حرقه الدم اللي احنا فيها. انا لو من مجلس الاداره دلوقتي هخصم لكل لعيب مبلغ وقدره عشان يحس بالناس اللي بيتحرق دمها بجد. سلام.